دايما احنا بنتفرج على مباراه معينه وبنشجع فرقتنا، بنقول احنا نستاهل اللي يحصل فينا كده، والنهارده كنا نستاهل فعلا اللي حصل فينا. ان انت تتعادل في اخر دقيقه دي مشكله كبيره جدا، ان انت تضيع كميه الفرص من اول مباراه دي مشكله كبيره جدا، ان كولر يعمل تغييرات ويكون كولر فايق على الخط دي كانت كويسه جدا. بس ان انت كلاعب مستهتر وعندك رعونه وعندك مشكله في انهاء الهجمه مشكله كبيره جدا. ومن اول الموسم والموسم اللي فات انت بتعملها، بس الموسم دي ظهرت اكتر. هتقول لي مشكله في راس حربه، هتقول لي مشكله في اللعيبه، هقول لك لا، المشكله في اللعيبه. المشكله في المدرب، لا النهارده ما فيش مشكله في المدرب، لان المدرب ادار المباراه كويس جدا. كولر نزل بخطه 4-3-3 في بدايه المباراه، ولعب بامام عاشور في مركز 8، بس بعد 5 دقائق بالظبط غير امام عاشور وحطه في مركز 10. ليه امام عاشور اتغير في مركز 10؟ هتسالني ليه، هقول لك ان الفرقه دي بتلعب دايما من العمق وبتخترق من العمق وبيلعبوا 1 2 من العمق وبيروحوا يهاجموا من العمق، وكل اهدافهم كانت من العمق. فحته كولر ان هو يغير امام عاشور ويحطه في مركز 10 دي كانت مميزه جدا. بس المشكله بقى ان عندي امام عاشور ما كانش فايق، وامام عاشور كان سيء جدا غير اللي كولر كان متوقعه. فعشان كده غير امام عاشور وطلعه ونزل قفشه. امام عاشور لما لعب في الحته دي اللي هو مركز 10 كان لازم كمركز 10 ان انت تقف على الكوره شويه وتطلع المهاجمين بتوعك، لان انت بتلعب خارج ارضك. امام عاشور تحس ان هو كان بيأدي واجب وخلاص، يعني كان بيمشي ورا الكوره، ما كانش بيجري، ما كانش بيضغط، حاجات كتير ما كانش بيعملها. كان بيلعب الكوره بسرعه، كان بياخد اماكن خطا، كان بيميل على تاو، ودي ما كانش ليها لازمه ان انت تميل على تاو. المهم ان هو سحب امام عاشور بين الشوطين، وهو ادار كولر الشوط الاولاني كويس جدا، بس سحب امام عاشور بين الشوطين ونزل مين؟ نزل قفشه اللي هو ده مركزه. وقفشه لما نزل ادى اللي عليه بما يكفي بصراحه، يعني هو الراجل نزل وادى كل حاجه مطلوبه من رقم 10. قدر يقف على الكوره وقدر يطلع اللعيبه بتاعته وقدر ان احنا نستحوذ على الكوره وقدر ان احنا نشكل خطوره على مرمى الفريق الثاني. عايز اقول لك ان حسين الشحات ضيع كوره في الشوط الاولاني، لو انا معلش بنفخ في الكوره هتدخل جول. هو كان بيصطاد عصافير. نفس الوضع تاو جات له في اول الشوط الثاني، ونفس الوضع تاو بيسيبها عشان من الاخر كده كهربا يحطها في رجل المدافع وما تعرفش هي راحت فين. بعد كده كريم فؤاد، وبعد كده الشحات، وبعد كده احنا في كميه فرص بتضيع عندنا. انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. هل اللعيبه مستهتره؟ هل اللعيبه عندها رعونه؟ هل لازم واقفه مع اللعيبه؟ لازم واقفه من الاخر كده، لازم واقفه مع اللعيبه دي، لان اللعيبه من الاخر كده انت مش محتاج غير ان انت تحط الجول. لو انت جايب مدافع او جايب لاعب من الشارع وحطيته قدام الجول هيحط جول، انما انت بتحط الكره في جسم الحارس، بتحطها من الاخر كده جنب الحارس. فدي مشكله كبيره جدا عند الاهلي. بس كولر النهارده كان مميز في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو غير امام وما تكبرش ان هو يسيب امام ونزل قفشه، وكان دي تغيير موفق جدا. والحاجه الثانيه ان هو غير 3 تغييرات في الدقيقه 68 وكانت مميزه جدا، بمعنى صح غيرت شكل الاهلي وقلبت شكل الاهلي للقوه اكتر، وقدرنا ان احنا نهاجم ونستحوذ اكتر، عشان كده سجلنا الهدف بتاع تاو. وانا بشوف ان كولر النهارده ادار المباراه كويس، بس فكره ان انت كلاعب مستهتر في النادي الاهلي دي لازم يحصل عندها وقفه كبيره جدا. كل اللي انا بشوفه من المباراه دي واللي انت مستفاد منه هو عوده السوليه، ده واحد. ديانج لعب في مركزه وممكن ما حدش ياخد باله منها كويس، هو ديانج كان حلو جدا النهارده، بس ديانج ان هو يلعب في مركزه رقم 6 انا بشوف ان لازم كولر يعيد النظر فيه، لان ديانج النهارده فكرنا بديانج 2020 اللي كان مميز جدا في الموسم ده. فاتمنى ان كولر يعيد النظر في ديانج ان هو يلعب مركز 6، لان مركز 6 لديانج كان وحش من الاخر كده في 2020. النهارده كان وحش برضه وقفل على كل مفاتيح لعب يانج افريكانز. اتمنى ان الاهلي يعيد حساباته. وانا دايما بقول ان دايما لازم الاداره تقعد مع اللعيبه، لازم الكابتن محمود الخطيب كمشرف عام على الكره يتكلم مع اللعيبه، حسام غالي لو هو دلوقتي المشرف يتكلم برضه مع اللعيبه، لان انت اتكلمت مع المدير الفني والمدير الفني النهارده انا شايفه كويس. كل الاخطاء جايه من اللعيبه النهارده. المجموعه سهله، احنا هنصعد كده كده، بس فكره ان انت تضيع فوز سهل دي كانت مشكله كبيره جدا. اتمنى الاهلي يراجع كل الاخفاقات اللي حصلت الموسم ده، لان احنا هنندم على حاجات احنا بنعملها. يعني اعتبر يا عم ان دي تمرينه، التمرينه اللي انت بتلعبها دي خلاص انت ضيعت فرص كتير، وهتروح في مباريات مهمه هتضيع فرص اكتر، وفي مباريات مهمه اكتر هتضيع فرص اكتر. وانت المباريات المهمه دايما بتقف على فرصه واحده، فانت لو ضيعت الفرص دي في مباراه مهمه انت بره. تمام، اتمنى التوفيق للنادي الاهلي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. بشكر حضراتكم والقاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في التسعين.